تمكن المنتخب التونسي تحقيق التعادل أمام نظيره منتخب الدنمارك ضمن مباريات بطولة كأس العالم 2022 التاريخية، وفي مقابلة ستبقى للتاريخ. نسور قرطاج أبهروا العالم بالمستوى الذين ظهروا به، روح قتالية عالية من طرف عناصر التونسية. وشهدت المباراة أيضا تألق اللاعب عيسى العيدوني صاحب الأصول الجزائرية، الذي رفض جمال بالماضي فكرة ضمه إلى كتيبة محاربي الصحراء، حيث نال جائزة أفضل لاعب في مباراة تونس والدنمارك. وهذا ما جعل الجمهور الجزائري ينتقد التقني الجزائري جمال بالماضي. عيسى العيدوني يعتبر ركيزة هامة في المنتخب التونسي، خاصة بعد المستوى الذي ظهر به، أين أبهر الجميع بقوته البدنية وقطع الكرات الطويلة من فريق الخصم خلال أطوار المباراة. ويمتلك العيدوني الأصول الجزائرية، وسبق له وأن عرض نفسه لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري، ولكن الكوتش بالماضي رفض ذلك.